لو انت لسه بتتعلم ماركتنج بالطريقه دي فما تجيش تقول ان الماركتنج صعب او ان انت مش فاهم حاجه، سواء بقى بتتعلم بشكل مجاني من على يوتيوب او حتى بتاخد كورسات مدفوعه. طول ما انت بتتعلم بالطريقه النظريه بس، وجاي بعد ما تخلص الكورس تنزل بوستات في الجروبات وتقول يا جماعه مين عنده شركه اصلا انا خدت معلومات عن الاعلانات وعايز اطبق، او مين عنده مشروع عن سيبوله فور فري، اللي انت بتعمله ده غلط. غلط ليه؟ علشان مفيش بني ادم في الدنيا هيتعلم نظريا بس وهيعرف يجيب نتيجه. وزي ما قلت مليون مره قبل كده، لازم يبقى عندك سيستم واضح، لازم يبقى عندك سيستم بيجمع ما بين التعليم النظري والتطبيق العملي. بتقرا كتب وبتطبق الافكار اللي فيها، بتشوف ايه هينجح معاك، ايه هينجح في البيئه او السوق اللي انت عايش فيه. لكن انك تبقى بتتعلم نظريا بس وجاي عايز تطبق بعد ما تخلص تعليم، فانت تقريبا هيبقى عندك 50% من المعلومات انت مش فاكرها، هيبقى عندك 50% من النظريات انت مش عارف اذا كانت هتنجح معاك ولا لا. هتبقى عارف طريقه عمل الاعلان ككليكس وشويه تكنيكال، لكن انت مش فاهم انت بتعمل الاعلان ده ليه، امتى، بتستفيد منه ازاي، بتكسب منه ايه. هتبقى ناسي تقريبا 25% من محتويات الكورس اللي حضرتك لسه شفته ده ان ما كانش اكتر. وارجوك خلي عندك سيستم تتعلم بيه، سيستم ياخدك خطوه خطوه بدايه من التعلم لحد ما تبقى شغال وبتكسب فلوس، سيستم يجمع ما بين التعليم النظري والتطبيق العملي. وكل ده انا جمعته لك في داجون اكاديمي بعد 8 سنين شغل في المجال ده وتطبيق وكورسات كتير اخدتها. عرفت الغلطات اللي موجوده في كل الكورسات وصلحتها لك في نظام واحد. فلو عاوز تتعلم تسويق صح خليك مع داجون اكاديمي. انا زياد سفين وموجود هنا علشان اساعدك.